طلبة كتيرة بتسألني على ايه هي اسهل طريقة احفظ بيها الكلمات. اسهل طريقة لحفظ الكلمات هي طريقة المشتقات، انك تحفظ الكلمة بمشتقاتها. يعني ايه؟ هندي مثال كده على كلمة economy معناها اقتصاد، زي مثلا the Egyptian economy الاقتصاد المصري اللي هو زي الفل طبعا. صحيح. عندي بقى الصفة منها الادجكتيف هي كلمة economic معناها اقتصادي. على سبيل المثال economic crisis أزمة اقتصادية. عندي كمان كلمة اسمها economics، يعني لو حطينا economics اللي هي علم الاقتصاد. لما تروح الجامعة إن شاء الله هتدرس علم الاقتصاد. عندي كمان كلمة اسمها economical دي بقى ملهاش علاقة بالموضوع خالص ومعناها موفر، زي economical lamp لمبة موفرة. عندي كمان ندي مثال كمان على فكرة المشتقات وهي كلمة produce فيرب معناه ينتج. عندي كمان product معناها منتج، اللي هي المنتج اللي بتشتريه من المحل، اي منتج بنشتريه اسمه product. كمان عندي production اللي هي عملية الانتاج ذات نفسها، production الانتاج. عندي كمان adjective صفة اسمها productive معناها منتج، يعني لو قلنا productive society يعني مجتمع منتج زي مجتمع الصيني مثلا.